بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. في أغنية لنجاة شهيرة بتقول مش قلت لك مش قلت لك كله بميعاد، مش قلت لك فعلا كله بميعاد. النهارده كان ميعادنا مع الفوز. مباراة كبيرة جدا لعبها الأهلي ضد سيراميكا، مباراة من أفضل المباريات ومن أفضل الأشواط اللي لعبها النادي الأهلي. الشوط الأولاني النهارده، ويمكن النص ساعة من الشوط الأولاني كانت حاجة عالية قوي قوي قوي. النهارده فعلا كنا على ميعاد مع الفوز، ميعاد مع اللعب الجميل، ميعاد مع اللعيبة اللي بتبذل مجهود واللي عندهم بسالة واللي عندهم قوة في الأداء واللي عندهم حماسة. يعني كان كل حاجة متوفرة بصراحة في المباراة النهارده، وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم النص ساعه الاولانيه من الشوط الاولاني، وبعد كده جزء من الشوط الثاني. بس المجمل الحمد لله كان مجمل كويس جدا جدا. النهارده المدرب بدا يفهم اللعيبه، بدا يعرف ده يلعب فين وده يلعب فين، بدا يتعرف عليهم اكتر. الاول كنا بنحس ان جيستروب ما عندوش فكره عن اللعيبه، ما عندوش فكره عن الاسامي اللعيبه، ما يعرفش مراكزهم كويس، لسه مش عارف شغله قد كده. لكن النهارده بصراحه حسينا ان هو بدا بقى يعاشر اللعيبه ويعرف اماكنهم ويعرف بيلعبوا ازاي ويعرف طريقه لعبهم ويعرف مين اللي بيسند على مين ومين اللي ممكن يلعب في الحته دي وممكن مين اللي يلعب في الحته دي. بصراحه النهارده تروب عمل مباراه عاليه جدا، والنهارده كان ممكن يفوز، بدل الاثنين كان يجيب 4 و5. كان في يعني اهداف وفي فرص كتيره جدا جدا، لكن يعني الحمد لله احنا كده او كده احنا عايزين بس الفوز عشان نروح المباراه النهائيه. المباراه النهائيه بقى يعني هقول برضو نبذه كده قبل ما نخش في الوصف التفصيلي بتاع مباراه الاهلي وسيراميكا. حاجه كده عن مباراه الزمالك وبيراميدز. مباراه الزمالك وبيراميدز بصراحه يا جماعه انا قعدت اتفرج حوالي نص ساعه مثلا، زهقت. انا حاسس ان في تقسيمه بين فرقه واحده عاملين فرقتين وتقسيمه بينهم وبين بعض. لعبه ميت جدا، لعبه ما فيهوش حماس، ما فيهوش يعني كده حراره المباريات. تحس انه ماتش ودي او بين تقسيمه بين يعني فرقتين من نادي واحد، زي ما قال لاعب في النادي الاهلي اعتقد هشام حنفي، كان بيقول المفروض يدمجوا بيراميدز مع الزمالك ويبقوا نادي واحد. ده حقيقي فعلا، لان عمالين بقى يطبطبوا على بعض ويحضنوا بعض ومش عارف ايه، ويعني الموضوع كان متاخد ايه بشكل ودي جدا جدا. حتى لما حد يدخل على حد جامد يضحك ويهزر وبتاع. الموضوع كان موضوع عائلي جدا يعني. حتى المباراه انتهت 0-0، وبعد كده احتكموا ضربات الجزاء اللي بقى ايه كان لازم حد يفوز. يعني ما هو بقى حطوا نفسهم في موقف ان اللي يفوز بقى هيفوز بالعافيه يا جماعه عشان ما نزعلش بعض. وصلوا في الاخر لضربات الجزاء، مع ان كان نسبه الاستحواذ لبيراميدز 61% مقابل 29 للزمالك. يعني بيراميدز كان المفروض يفوز او كان ممكن يفوز، بس هم طبعا ولاد عم فمش عايزين يحرجوا بعض. وصلوا لضربات الجزاء وفاز الزمالك بضربات الجزاء. وده حاجه حلوه قوي على فكره ان الاهلي يقابل الزمالك، لان الزمالك اضعف كتير 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 من بيراميدز. كفايه بس ان ما فيهوش النجوم بتوع بيراميدز، كفايه ان يعني الزمالك وصل للنهائي ده بشكل يعني بشكل ضعيف جدا. حتى النهارده لما نشوف حماده امام، نشوف اسمه ايه، ابن حماده امام، وهو بيقول الوصف التفصيلي او في اللقاء اللي بعد المباراه، حازم امام، الكابتن حازم امام كان فرحان جدا 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 بفوز الزمالك، شيء غير متصور. ما كانش عامل حسابه ابدا ان الزمالك يوصل. حتى عماد متعب كان قاعد كده ايه عايز يضحك، قال لهم يا جماعه في ايه يعني، الموضوع فعلا يعني هزار. احتكموا ضربات الجزاء وكان لازم فرقه تفوز. بس احنا خلينا في الاهلي لعب مباراه قويه، لعب مباراه فعلا تستاهل انه يفوز. كان على حق انه فعلا يفوز، لانه بذل مجهود اكتر، كان هو الاقدر طول الشوطين. في دقائق بس قليله جدا اللي استحوذ فيها سيراميكا وعمل كام هجمه كده لا يرتقوا ان هو يبقى في اهداف. هي ممكن يكون في فرصه بجانب الهدف اللي جه، غير كده مفيش اي تهديد لمرمى الشناوي. لكن النادي الاهلي كان ماسك الكوره طول الوقت. النهارده يستروب نزل بتشكيله مكونه من محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، كوكا باك شمال، ظهري الوسط ياسر ابراهيم وياسين مرعي،
في نص الملعب مروان عطيه وديانج وتريزيجيه، قدام على اليمين زيزو، على الشمال بن شرقي، في الوسط جريديشار. كده يعني الملعب متوازن، اللي في اليمين في اليمين، واللي في الشمال في الشمال، وراس الحربة قدام. يعني الدنيا الى حد ما شكلها معقول، شكلها متوازن. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي المفروض يكون، عشان نعرف حتى واحنا بنتفرج نبقى عارفين احنا بنتفرج على ايه، ما نبقاش فيه عك كروي. فالنهارده كانت بدايه حلوه جدا، حتى من اول المباراه في اول دقيقتين كده اللاعب محمد صادق اللي هو الباك الشمال بتاع سيراميكا اتلخبط هو لوحده خالص، شاط الكوره طلعت بره اوت لانه اتلخبط، عنده مرتبك. في الدقيقه 4 بن شرقي عمل عرضيتين ورا بعض، يعني كوره عملها عرضيه طلعت كورنر، وكوره ثانيه عرضيه طلعت كورنر، لدرجه ان في 3 كورنرز في اول 5 دقائق. 3 كورنرز للنادي الاهلي في اول 5 دقائق. وفي الدقيقه 5 جت الركنيه الرابعه. كان في يعني سيل من الهجوم الاهلاوي على مرمى سيراميكا. في الدقيقه 8 فرصه كبيره جدا وعرضيه مرت من قدام بسام، لو اي حد لمسها كانت دخلت. في الدقيقه 10 اول تسديده لمروان في يد الحارس. ده 10 مروان عطيه بيشوط، هو بيحاول ان هو يشوط على المرمى، بس دايما شوطه بتبقى في متناول الحراس. في الدقيقه 12 تريزيجيه وتصميم واصرار على كره داخل منطقه الجزاء، قاعد يزق فيها، اللاعب يدخل فيه يزق فيها، يعني كان عنده اصرار عجيب. تريزيجيه يا جماعه من اللعيبه فعلا اللي عندها حماس وعندها قوه في الاداء، حاجه جميله جدا، لان لاعب محترف ولعب في اوروبا كتير. فعشان كده تريزيجيه عنده حميه جامده جدا، وصمم على الكره، لكن وشاطها بسام طلعها بصعوبه جدا. في دقيقه 15 بقى محمد هاني اللي دايما ننتقده واللي دايما الناس حاطه عليه، لكن محمد هاني لاعب يعني مجتهد جدا. في دقيقه 15 جري يمكن حوالي 70 يارده، كوره كانت من مروان عطيه اتقطعت من نص الملعب، جري حوالي 70 يارده ورا اللاعب بتاع سيراميكا عشان يحصلها، وفعلا حصلها وخبطها في اللعيب وطلعت ضربه مرمى للنادي الاهلي. في الدقيقه 19 بقى كان اول هدف للنادي الاهلي. كوره يا جماعه كانت جميله جدا من ناحيه اليمين، الكوره جايه من اليو ديانج، اداها لزيزو. زيزو ما عملش بقى ايه الشويه بتوع الترقيص واللم ومش عارف ايه، خدها على طول عدلها وقام ايه عاملها عرضيه بسرعه. هي اللعبه يا جماعه اللي من اللمسه الواحده واللعبه السريعه، الخصم ما بيبقاش واخد باله منها، الكوره بتبقى سريعه، بتبقى اسرع من تفكير اللاعب الثاني، فبتبقى في المتناول، بيبقى سهل جدا ان تحرز هدف. الكرة جت لزيزو، عرضها بشكل سريع جدا، دخل فيها تريزيجيه بصراحة طلقة بدماغه، حطها على شمال بسام محرزا الهدف الأول، وكان هدف رائع جدا في الدقيقة 19. خلانا نحس بقى إن الأهلي ممكن فعلا يفوز، لأن بقالنا فترة كبيرة قوي الأهلي ما بيحرزش أهداف، ديت اللي بتبقى قلقانة وقلقة اللعيبة كمان في الملعب. في الدقيقة 27 برضو ارتباك من مروان عثمان، وبتطلع الكرة منه اوت، برضه خبط رجليه في بعضها كده. اللعيبه يا جماعه بتاع سيراميكا نازلين خايفين من الاهلي، رجليه خبطت في بعضها والكرة طلعت بره. في الدقيقه 37 عرضيه من جريديشار لبن شرقي، شاطها ضعيفه في ايد الحارس. في الدقيقه 39 اول ركنيه لسيراميكا، تخيلوا في الدقيقه 39 اول ركنيه لسيراميكا. في الدقيقه 41 مروان عثمان بقى من كرة بصراحة ميتة جدا وغريبة جدا، كرة اتلعبت بينية لمروان عثمان بين ياسر ومحمد هاني، الراجل شق طريقه من وسطهم وانفرد بالشناوي وحطها على شمال الشناوي، ودخلت تتهادى بجانب القائم الايسر، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 41. ودي كانت في وقت يعني قاتل جدا، بحيث ان هم يطلعوا الشوط الاولاني متعادلين. دي بتبقى يعني المفروض هتتعب لعيبه النادي الاهلي، المجهود الكبير دوت والفرص الكثيره ديت، وفي الاخر ينتهي الشوط 1-1. لكن في الدقيقه 47 عرضيه برضه من تريزيجيه خطيره، لان كان في هجوم وكان في ضراوه جامده جدا من لعيبه الاهلي، والشوط الاولاني انتهى بنتيجه 1-1. في الشوط ده يا جماعه كان في 8 كورنرز للاهلي وكورنر واحد لسيراميكا، يعني المباراه او الشوط الاولاني كان كله لصالح النادي الاهلي. مع بدايه الشوط الثاني برضو بدايه سريعه جدا، برضو بدايه سريعه وبدايه حماسيه، زي اللي كنا قالوا لهم في اوضه اللبس ان احنا بنبدا المباراه من الاول يا جماعه، اللي فات ده ما يتحسبش،
يعني عندهم دفعه جامده جدا، ودي كانت ملموسه فعلا في نص في لعيبه النادي الاهلي. بدايه سريعه وعرضيه للاهلي خطيره جدا في اول المباراه، في الدقيقه 52 عرضيه برده من بن شرقي لجريديشار. دي بقى برده كانت حاجه جميله قوي قوي قوي. مروان عطيه خد الكره ولعبها طوليه في منطقه جزاء سيراميكا، جت لبن شرقي، بن شرقي عرضها بدماغه، جريديشار يا دوب حط فيها شماله عدلها دخلت الجون. ودي يمكن الحسنه الوحيده اللي عملها جريديشار، لانه عمل كارثه بعد كده. جريديشار مش عارف يا جماعه، مش ده المحترف اللي بيجي الفرقه هنا. المفروض المحترف ده يبقى حاجه فذه، يبقى حاجه يعني اكتر من اللاعب المحلي، بدليل ان هو بيجي من بلده عشان يضيف لنا، مش عشان ياخد فلوس وخلاص. يعني جريديشار بصراحه الهدف ده هو الحسنه الوحيده اللي في المباراه بالنسبه له. حط فيها رجله، دخلت على يمين بسام محرزه الهدف الثاني في الدقيقه 52، بقت النتيجه 2-1. في الدقيقه 55 جريديشار كرة بقى مش معقول عرضية من زيزو، عرضية قدام الجون في السكس يارد، بدل بقى ما يشوطها ناحية بسام لأنه مطلعها الناحية التانية. ولا أجدع باك لسيراميكا، يعني لو باك لسيراميكا واقف في الحتة دي مش هيعملها بالشكل اللي عملها جريديشار. حاجة غريبة جدا. طب ازاي انت مش متوقع كورة ممكن تتلخبط، ممكن تلعبها ضعيفة لكن تردها ناحيتك ناحيه الجون بتاعك؟ دي حاجه غريبه جدا فعلا، كانت كره مضحكه جدا وكره غريبه قوي، كره ما يعملهاش بصراحه لاعب مبتدئ يعني. في الدقيقه 63 احمد بالحاج لمح الشناوي طالع من مرماه، شاطها من بعيد، وكانت ممكن تخدع الشناوي لولا ستر ربنا. الشناوي عنده سرعه بديهه، رجع بسرعه وغطى نفسه وصدها ووقف لديده ومسكها، بس ما كانش فيه حد من لاعبي السيراميكا بالقرب منه. في الدقيقه 64 انذار لحسين السيد، زيزو جاي من ناحيه اليمين وسلك ومشي وكان هينفرد من ناحيه الشمال بن شرقي، وقام مسك بن شرقي من ايده موقعه وهو داخل خلاص، يعني من ناحيه الشمال داخل، من ناحيه اليمين داخل عشان يحرز هدف. يعني ديت منع لاعب انه يحرز هدف، كوره صريحه جدا جدا، ده طرد مباشر ما فيهوش انذارات. ادى انذار بس لحسين السيد، يعني اي حد لو كان اللعبه دي ضد الاهلي كان اتطرد. في الدقيقه 64 في الدقيقه 68 طلع جريديشار ونزل مكانه طاهر محمد طاهر اللي قلنا يعني خلاص جستروب عارف ان هو يعني ملوش في انه يبقى يعني بيلعب في كراس حربة، نزله تاني. ما اعرفش بقى ايه يعني ايه حكايه محمد طاهر مع جستروب، ما اعرفش يعني. نزله في الدقيقه 68 مكان جريديشار. في الدقيقه 74 انفراد من فخري لقاي كان ده من الناس اللي هي متمرسه جدا وهداف من هدافين سيراميكا. انفراد واضح جدا، سبحان الله الشناوي صدها بكل اريحيه الحمد لله. في دقيقه 74 كان ممكن يحصل التعادل لكن الشناوي نجح في صدها. في الدقيقه 78 بيكهام وبن رمضان نزلوا بدل زيزو بن شرقي، طلع زيزو بن شرقي من دقيقه 78. ده يا جماعه بصراحه يعني هو يعني بصراحه مش عارف، انا ده رايي الشخصي يعني، كان تغيير غبي جدا يعني انت لعب كده ب5-3-2 خلى كل الفرقه بتدافع من الدقيقه 78 بقى، وطالع هجوم لسيراميكا. حتى الهجمه بتبقى مرتده طبعا لانه كله بيهاجم، سيراميكا كله بيهاجم طبعا. احنا واقفين عاملين اعمل حتى يا ولد بقى، كلنا على صف واحد وعمالين بنشتت الكوره ترجع تاني، فكانت يعني تغيير غريب قوي لما نزل بيكهام وبن رمضان مكان زيزو بن شرقي، يعني سحب خط الهجوم كله وبقينا بقى ايه متمركزين في خط الدفاع. في الدقيقه 82 تريزيجيه عدى وفات لولا ان الباك لحقه وخد الكوره. في الدقيقه 83 تسديده قويه جدا من عمرو قلاوه، بداوا بقى يفوقوا وبداوا يلعبوا وبداوا يهددوا مرمى النادي الاهلي، وكانت ممكن تحصل تعادل وكانت ممكن تحصل مشكله كبيره في الوقت دوت. لان يعني ماشي انت بتطلع زيزو بن شرقي بتريحهم المباراه الجايه، بس احنا لسه مش ضامنين المباراه، لسه فيها وقت كبير، الجون بيجي في ثانيه. في دقيقه 83 تسديده من عمرو قلاوه لكن خارج القائم الايسر. في دقيقه 89 ولمسه من عبد القادر، الكره جات له وهو منفرد،
بدل ما يركنها بدماغه قام حاططها بسقف دماغه بره فوق ال 2 متر وال 44 سم اللي هم عليه المرمى، فوقهم كمان طير الكوره بره. في الدقيقه 90 شوطه بقى من بن رمضان عاليه جدا برضو موه ودخل منطقه الجزاء. كان طبعا الهجمات المرتده كانت بتبقى خطر جدا على مرمى سيراميكا، لان كان كله بيهاجم لانه مش هيخسر حاجه، خلاص هو كده كده مهزوم 2-1. في دقيقه 97 تسديده خطيره جدا من مروان عطيه برضو طلعت بره. في الدقيقه بقى 100 انفراد واضح جدا جدا، انفراد لعبد القادر. عبد القادر، طب يا عبد القادر انت عايز ايه تاني؟ مش انت لاعب في النادي الاهلي؟ انت لاعب في نادي كبير قوي، لما تبقى منفرد وما تعرفش تجيب جون يبقى انت لازمتك ايه؟ هو يا جماعه عبد القادر بصراحه انا مش فاهم، يعني هو حريف وصعبان على الواحد ان هو يمشي من النادي الاهلي. طب انت يعني منفرد وانت مهاجم، طب نعمل معاك ايه تاني؟ انت امتى تجيب جون يا عبد القادر؟ يعني والمباراه الحمد لله انتهت بنتيجه 2-1. ان شاء الله هنقابل الزمالك في النهائي يوم الاحد باذن الله الساعه 7:30 مساء. ان شاء الله نفوز بالبطوله. انا اتبسطت جدا ان احنا نقابل الزمالك، لان الزمالك مستواه اقل كتير جدا 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 من بيراميدز، وزي ما قلت لحضراتكم في الاول ان كانوا بيجاملوا بعض، يعني صعبانين على بعض، يعني ازاي واحد يفوز على واحد، فاحتكموا ضربات الجزاء. الزمالك فاز بضربات الجزاء، لكن الاهلي ان شاء الله يفوز على الزمالك ان شاء الله يوم الاحد، ويتوج النادي الاهلي بالسوبر، ونبقى فرحنا نفسنا وفرحنا جمهور النادي الاهلي وفرحنا كل الدنيا ان شاء الله بالبطوله، وتبقى فتحه خير على الاستروب اللي هو المدرب الجديد، تبقى اول بطوله يدخلها ياخدها. دي هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في الموسم كله، لانها تبقى بدايه بطولات وبدايه حلوه ان شاء الله. بنقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه، للاداره، للجمهور، لكل منتمي النادي الاهلي، وان شاء الله دايما على افراح مع الاهلي، ونشوفكم دايما على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.